واش كتعرفي بلي أخطر سجن في هاد الدنيا ماشي هو اللي فيه قضبان الحديد وقفل كبير، ولكن هو داك السجن اللي كيتبنى بصمت داخل قلبك، وكتكوني فيه انت الحارسة والمسجونة في نفس الوقت. سجن اللي سميتو التعلق. بزاف ديال النساء في مجتمعنا المغربي ترباو على واحد الفكرة اللي كتبان بسيطة، ولكن في الحقيقة هي خطيرة بزاف، وهي أن المرأة خاص اللي يكملها، خاصها اللي يعطيها القيمة، خاصها اللي يحسسها براسها كافية ومحبوبة. وهاد الفكرة كترسخ مع الوقت حتى كتولي صوت داخلي كيرافقك في كل موقف، ومن هنا كيبدا واحد المسار اللي ما كيبانش في الأول، ولكن مع الوقت كيتحول لانهيار عاطفي بطيء. نهار يضحك ليك كتفرحي وكتحسي براسك زوينة، ونهار يسكت كتضعفي وكيبدا الشك يدخل ليك، ونهار يبرد ولا يبعد كتولي كتقاسي وكأن شي حاجة من روحك تنزعت منك، وكتبداي كتجري وراه، كتقلبي على نفس الإحساس اللي كان كيعطيك. وهنا بلا ما تحسي كتولي رهينة ماشي غير للشخص، ولكن لداك الإحساس اللي ربطتي به وجودك، وكتولي حياتك كلها كتدور حول مزاجه، حول حضوره، حول كلماته، وكأن ما بقاش عندك حياة خارج النطاق ديالو. السؤال اللي كيزعزع الكيان هو شكون انتي فاش كيكون هو غايب؟ واش كتقدري تعيشي مرتاحة بوحدك ولا غير كتنتظري ترجع الحياة معاه؟ اليوم فيما لم يقال ما غنهضروش على التعلق، غنهضروا على داك القيد اللي كيشد الروح من الداخل، وغنكسروه شوية بشوية، وغنرجعوا داك الإحساس اللي خاصو يرجع، إحساس سيادة على نفسك. قبل ما نكملوا هاد الرحلة اللي صراحة ماشي سهلة ولكن ضرورية، سولي راسك بصدق، واش باغية غير تسمعي كلام كيرتاح ليه القلب ومن بعد ترجعي لنفس الدوامة، ولا باغية تواجهي الحقيقة وتبدليها؟ حيث ما لم يقال ماشي مساحة للهروب، ولكن مساحة للوعي، للنساء اللي وصلوا وما بقاوش باغيين يعيشوا بنصف روح ولا بنصف قيمة. إلا كنتي باغية القوة اللي كتجي من الداخل، والوعي اللي كيحرر، والسيادة اللي كتخليك واقفة حتى إلا تبدلات الظروف، فهنا المكان ديالك. اشتركي وخلي هاد الرحلة تكون بداية جديدة، بداية رجوع لراسك، وضغطي على زر إعجاب باش هاد الكلام يوصل لناس أخرين محتاجين يسمعوه. خليني نسولك واحد السؤال، واش الحب كيحرك ولا كيربطك؟ حيت بزاف ديال النساء كيحسبوا باللي الحب هو الحرية، ولكن في الحقيقة كيلقاو راسهم داخل واحد القفص اللي ما كيبانش، قفص سميتو الاندماج. منين جا هاد الإحساس بأن خاصك شي حد يكملك؟ وعلاش كتولي كتجري وراه وكأنك كتقلبي على شي حاجة ضايعة منك؟ الحقيقة هي أننا متربيناش على الحب، تربينا على الخوف من الوحدة. من صغرنا وحنا كنسمعو جمل كيدخلوا مباشرة للعقل الباطن ديالنا: الله يلاقيك بشي ولد الناس، خاصك اللي يسندك، المرا بلا راجل بحال الشجرة بلا ظل. ومع الوقت هاد الكلمات ما كتبقاش غير كلام، كتولي معتقد داخلي ساكن فيك، كيهمس ليك انتي بوحدك ما كافياش، خاصك شي حد باش تحسي بقيمتك. وهنا كيوقع اخطر تحول، كتولي كتقلبي على الحب ولكن في الحقيقة كتقلبي على الاحساس بالامان. كتولي داخله لاي علاقه وانتي ماشي جايه تشاركي، ولكن جايه تعمري واحد الفراغ داخلي. وتخيلي معايا كيفاش بزاف ديال النساء كيشوفوا الحب، كيشوفوه كذوبان كامل، كيلغيو فيه راسهم، هواياتهم، صوتهم، وحتى رغباتهم، غير باش يبقاو قريبين، غير باش ما يتخلاوش عليهم. كيحسبوا بلي هادشي وفاء، ولكن في الحقيقة هادشي هو بداية فقدان الذات. وهنا كيبان الفرق واضح، الاندماج كيردك بحال الظل، وجودك مربوط بوجوده، وحياتك كلها كتولي رد فعل لمزاجه. فاش كيبعد كتضيعي، فاش كيبرد كتضعفي، وكأن ما بقاتش عندك قيمة بوحدك. الاستقلال كيعلمك بلي الحب ماشي هو انك تضيعي راسك، ولكن هو انك تشاركي وانتي كاملة، هو لقاء بين جوج دوائر مكتملة، ماشي التحام بين جوج انصاف محتاجين لبعضياتهم. باش نقرب لك الصورة، مثلا السيدة ملي كتجوج كتشوف راجلها بحال شي شمس كتضوي حياتها، كل اهتمام كيرفعها، كل كلمة كتعطيها كتحس براسها كتعطيها قيمة. ولكن نهار كينقص داك الاهتمام وكينقص الحب،
غير الإحساس، غير كتحس أنه نقص، هو غير كيبرد داك الاهتمام. كتنهار المرأة، كتنهار حيت كتكون دايرة المصدر الوحيد ديال سعادتها. وهنا خاصك تفهمي واحد الحقيقة اللي كتبدل كلشي، اللي داخل ناقص عمّر شي حد من برا ما غادي يعمّرو. كاين واحد المفهوم كيبدل الحياة من الجذر، فين حاطة القيمة ديالك. في علم النفس كاين فرق كبير بين المركزية الخارجية والمركزية الداخلية. المركزية الخارجية هي فاش كيكون الميزان ديال قيمتك في يد الناس، كلمة كتفرحك وكلمة تجرحك وتجاهل يكسرك، كتولي بحال شي ريشة في مهب الريح. أي واحد يقدر يأثر فيك بكلمة. أما المركزية الداخلية فهي الحصن المنيع، هي فاش كيكون الميزان الداخل ديالك مسدود عليه في القلعة ديالك. المرأة اللي عندها مركز داخلي كتكون هادئة، ثابتة، كتسمع ولكن ما كتهش بسهولة، حيت عارفة قيمتها من الداخل. والحقيقة اللي خاصك تعرفيها هي أن الناس ما كيتحكموش فيك غير ملي كتسلمي ليهم ميزان ديال حياتك. ومن نهار كترجعي الميزان ليك كتبدل حياتك كاملة، بلا ما تحتاجي تشرحي وبلا ما تصارعي. الاستغناء ماشي هو أنك تبعدي، وماشي هو البرود، وماشي هو الكره. الاستغناء هو أنك تبقاي قريبة ولكن ماشي محتاجة. كاين واحد الخطأ كيديروه بزاف ديال النساء وكيحسبوه حب، كيقولوا لا غير أنا كنحب بزاف، ولكن الحقيقة مختلفة. الحب كيخليك ترتاحي، الحب فيه طمأنينة، فيه مشاركة، وفيه احترام للمساحة. أما التعلق كيخليك تقلقي، فيه خوف وانتظار ومراقبة ورغبة في الامتلاك. وهنا خاصك تسولي راسك بصدق، واش أنا كنحب ولا كنخاف نخسر. الاستغناء هو فاش كتقولي أنا كنبغيك ولكن أنا قادرة نعيش بلا بيك. ونهار كتوصلي لهاد المرحلة كيوقع تحول كبير، اللي كان مركز حياتك كيولي هو اللي كيقلب عليك، حيت كيشوفك بعين مختلفة. حيت الإنسان بطبيعته كيخاف يخسر الحاجة اللي ماشي مضمونة. دابا السؤال كيفاش نعيشو هادشي في الحياة اليومية؟ الجواب ماشي في الهروب وماشي في التغيير الخارجي، الجواب في الرجوع لراسك. ديري وقت ليك، خلي عندك عالم خاص بيك، تعلمي طوري من نفسك وعيشي حياتك. ماشي خاصك تبعدي عليه، خاصك ترجعي ليك انتي. وكل صباح حتى إلا ما حسيتيش قولي لنفسك أنا كافية، أنا كاملة، أنا ما محتاجة حتى واحد باش نحس بقيمتي. ومع الوقت هاد الكلمات غتولي إحساس داخلي. وفي الأخير بغيتك توقفي مع راسك لحظة وبصدق وبلا ما تهربي من الحقيقة. انتي ماشي ضعيفة، انتي غير نسيتي راسك، نسيتي شكون كنتي قبل ما تعطي مفاتيح سعادتك لشي حد، وقبل ما تولي كتستناي وكتخافي وكتشكي في راسك كل مرة كيتبدل عليك فيها شي إحساس من برا. ونسيتي حتى حاجة مهمة بزاف، بلي القيمة ديالك ماشي شي حاجة كيعطيها لك شي واحد. القيمة ديالك كاينة فيك من الأصل، غير خاصك ترجعي تشوفيها. الحقيقة البسيطة هي اللي كيتبنى من برا يقدر يتبدل، ولكن اللي كيتبنى من الداخل كيبقى. لهذا رجعي لراسك بشوية، ماشي بضغط ولكن بوعي. ديري وقت ليك، نقصي من التتبع، وسولي راسك واش أنا مرتاحة مع راسي. تعلمي تكوني سعيدة حتى في غياب أي شخص، وخلي عندك عالمك الخاص، حيت المرأة اللي عندها عالمها ما كتخافش من الفقد. وخلي هاد القاعدة تبقى معاك، اللي كيتعلق بزاف كيتألم بزاف، واللي كيعرف قيمته كيعيش بسلام. ردي الميزان ليك وردي القيمة ليك، وما تبقيش كتستناي شي حد يعطيك شي إحساس خاصو يخرج منك انتي. حيت من نهار كتولي انتي المصدر كيولي كل شي إضافة ماشي ضرورة. وفي داك اللحظة كتولي حرة. نزلي دابا للتعليقات وكتبي أنا كافية وسعادتي من داخلي. هذا وعد تعطيه مع نفسك. كانت معكم وفاء، وموعدنا في الحلقة الجاية مع مستوى آخر من القوة. خليت ليكم السيادة وشموخ الروح. إلى اللقاء.